اهلا متابعين. التزمت الصمت حتى انتظار بيان الصفحه الرسميه للشرطه المصريه وبعدها بيان النيابه العامه مع متابعه كل المواقع الاخباريه الموثوقه. قبل ما اتكلم في قضيه المجرم اللي انتحل صفه قاضي بكل فجر انه يصور نفسه في المحكمه ويحضر بعض مناسبات قضائيه ويروح يتوسط لواحده في قضيه تزوير في نيابه الويلي، وده اللي كشفه بعد ما طلب منه الكارنيه الخاص بيه وقدم كارنيه مزور. لا وقبل ما يتقبض عليه يقول لك اخلص شغلي وتوعد انه يجيب اي حد شهر بيه. شفتم فجر اكتر من كده؟ ندخل بقى في موضوعنا. فجرت النيابه العامه بشرق القاهره الكليه في مذكرتها القضائيه الرسميه المرفوعه للمحاكم العاجله مفاجاه مدويه مثيره تبدو وكانها ماخوذه من سيناريو فيلم سينمائي، حيث كشف ادق الكواليس السريه لجرائم القاضي المزيف وشريكه الطالب اللي نجحوا في اختراق القاعه رقم 9 بمحكمه شمال القاهره وتحويل منصه القضاء والعداله الى استوديو تصوير لاطلاق حملات نصب الكترونيه واسعه. تحصل الواقع حسبما سطرتها مذكرات النيابه الكليه في رصد استغاثات للضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتبدا التحريات حول الواقعه التي قادت الى راس الشبكه المتهم الاول اسمه مصطفى وهو عامل بمصنع طوب ويحمل مؤهلا اعداديا. وافادت المذكره ان المتهم مدفوعا بعقده فشل ورغم عارمه في واجهه اجتماعيه زائفه امام اهل بلدته. احترف النصب وخديعه الضحايا، استاجر سيارات حراسه وصمم كروتا تعريفيه مزوره تحمل صفه قاضي بمجلس الدوله، والغريب انه عاد لارتكاب ذات الجريمه وبشكل اكبر جسامه بعد خروجه من السجن في عقوبه حبس مماثله قضى فيها 6 اشهر عام 2023. المفاجاه الاكثر اثاره وصدمه اللي فجرتها تحقيقات النيابه العامه تمثلت في كيفيه توثيق الفيديوهات استبين ان المتهم استغل انهاء الجلسات الرسميه مبكرا ونجح عبر تقديم مبالغ ماليه زهيده لثلاثه من حجاب وموظفي القاعه رقم 9 بالمحكمه اللي هم بلال واحمد وعصام في الدخول للقاعه والعبث بملفات القضايا الحقيقيه. واكدت مذكرات النيابه بالدليل الفني ان المتهم اعتلى المنصه الرسميه مرتديا الوشاح القضائي الاحمر، بل وقام موظفي المحكمه بتمثيليات مروعه فظهر احداهما ينادي على اطراف القضايا بينما يقوم الحاجب بلال بحمل حقيبه المتهم وترتيب عباره حاضر يا مصطفى بيه لاطفاء الشرعيه كامله على الفيديوهات اثناء تصويرها وبثها على التيك توك وفيسبوك وانستجرام. وبذات الطريقه المتهم الثاني صابر طالب بمعهد اداري ارتدى الوشاح وجلس على مقعد القاضي لتوثيق صور تظهره بعضو نيابه اداريه، ولم يقف طموح عامل الطوب على منصات التواصل بل وثقت مذكره النيابه ظهوره كضيف رسمي على شاشه احدى القنوات الفضائيه تحت صفه مستشار بمجلس الدوله يروي تفاصيل حياته. هذه الهاله اوقعت الضحايا في الفخ حيث استولى المتهم على 260,000 جنيه من سيده بزعم شراء شقه بعدما اوهمها برغبته في خطبه ابنتها، واشترى بالمبلغ هاتف ايفون 17 برو ماكس ابيض. 50,000 جنيه من ضحيه اخرى بزعم توفير كراسه شروط اسكان اجتماعي. مبالغ ماليه ضخمه من ضحايا اخرين بذات الطرق الاحتياليه عقب تفكيك الشبكه ضبطت بحوزه المتهم الاول مسدسا ناريا وطلقات وحافظه جلد تشمل على الوشاح القضائي المسروق من وزاره العدل والكروت المزوره، حافظه جلديه مطبوع عليها شعار الجمهوريه وبداخلها وشاح قضائي احمر، كروت تعريفيه مزوره، هواتف محموله ذكيه بينها هاتف ايفون 17 برو ماكس اشتراه من اموال ضحاياه، اجهزه كمبيوتر وطبعات المستخدمه في تزوير الكروت بمطبعه في منطقه العتبه. اعترافات المتهم بانتحال صفه القاضي وبمواجهته انهار المتهم واعترف تفصيليا بالجريمه مبررا ذلك بشعوره بالفخر الزائف الذي تملكه لتبين الصحيفه الجنائيه للمتهم انه مسجل خطر انتحال صفه وسبق معاقبته بالحبس في قضيه مماثله 2023. وفي ختام مذكرتها الناريه شددت النيابه الكليه على ان الواقعه تمثل اعتداء صارخ على هيبه القضاء وقدسيه رسالته التي جعلها المتهمين مطيه للكسب غير المشروع. والتمست النيابه من المحكمه توقيع حد العقوبه الاقصى على المتهمين جميعا المستشارين المزيفين والموظفين الخائنين لاماناتهم والذي تحددت جلستهم العاجله في 2 اغسطس وتم تاجيلها الى جلسه 1 سبتمبر ليواجهوا مصيرهم القضائي خلف القضبان. ده يا جماعه واحد خريج اعداديه، شفتوا عمل ايه كل الجرائم اللي عملها. على فكره احنا قابلنا حاجات هنا مماثله على اليوتيوب، واحد دخل لنا انه يعرف ناس من جهات مش عارف ايه وعمل نفسه ايه وفي الاخر لقيناه مسجل وسوابق وعليه قضايا وكان عليه قضايا نصب قبل كده، فدوت شيء متاح. تبينوا يا جماعه عشان ما تقعوش في اي فخوخ، ربنا يسترها عليكم وعلى اولادكم ويبعد عنكم كل شر. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا جدا ليكم على المتابعه، اسيبكم على خير، السلام عليكم.